سائلة من سطيف تقول: أم زوجي دائما تزعجني، أنا وزوجي دائما، وتسألني في كل وقت عن علاقاتنا الحميمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واش بك يا العجوزة؟ ما صيش واش تخدمي؟ ما صيش واش تديري؟ روحي فتلي الطعام، روحي خدمي البربوشة، روحي خدمي لي زيقوي، سبحي صلي، روحي للعمرة، تروحي لموت وليدك تسقسيها علاقتها مع وليدك. الله يهديك يا الله يهديك. وأنا لا أقول لها شيئا لأن زوجي رفض. ولو يوافق زوجك لا تقولي لها شيئا لأن زوجي رفض. سما لو كان راجلك جاء عقل ياكل وكل شيء يجوز، وإسبخي لارج، هم خرجوا لنا أصحاب إسبخي لارج، كل شيء يجوز. لأن زوجي رفض أن أخبرها بذلك، وهي دائما تلح علي أن تعرف أدق التفاصيل في علاقتنا، كما تتصل بزوجي دائما وتسأله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز أن أفشي أسرار علاقتي مع زوجي؟ لا يجوز لك، ولا تخبريها بشيء، وعليها أن تتقي الله وأن تتوب ولا تهتم بهذا الموضوع. يا العجوزة واش خداك هبلتي؟ رايحة وليدك تخربي، ورايحة الموت وليدك تخربي. روحي دبري سبحة وقعدي تسبحي حتى تلاقي ربي. ما بقى من نهارك نهار، ابقى غير ما يحمي. يوم لك الموت بالك وجايك وأنت لا تعلمين. على بالكم الله يفكرنا في الشهادة. ملك الموت كيف يجيه الأمر باش يجي يقبض روحك؟ عن بالك كيما احنا زعما صدر أمر من الوالي. ملك الموت كاين شجرة اسمها طوبة، فيها أوراق، كل ورقة مكتوب فيها اسمك مكتوب، انتيا فلانة بنت فلان راك تصيبها في المكان الفلاني، اقبض روحها. لما تطيح الورقة شحال اللي يقعد، شحال عنده وقت باش ينفذ؟ 40 يوم. 40 يوم قبل ما يجي يقبض روحك ملك الموت يكون جاه الأمر باش يجي لعندك مكتوب كل حاجة. يقول له روح للسطيف في الدار الفلانية، تصيب العجوزة الفلانية، هاي صيفتها، هاي واش تكون كلات، هاي واش لابسة، هاي كاع المعلومات. ملك الموت 40 يوم وعلى باله، وانت راكي تتشيطني وراكي تزغدي وراكي تشطاري، وهي 40 يوم خلاص. خلاص انت راكي محطوطه في الموتى. اقعدي تشطاري دوكا، روحي لموت وليدك مسكينه، حوسي عليها وشي دير. الله يهديك. سائلة من الونزة تقول: خطبني شاب لم يقبل به أهلي، وهو يصر أن نهرب معا. إيه الله 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 الله، هذا هايل. وهو يصر أن نهرب معا ونتزوج. وكي يهرب معك؟ وين تتزوجوا؟ شكون يزوجك؟ أين أهلك ووليك؟ شكون يدير لك؟ خلينا من الوالي. شكون يزغرت عليك ويدير لك الكاطو ويكرم الناس ويدير عليك عرس وتهربوا؟ يا سبحان الله، هذا الزواج تاع هوليود هذا. وهو يصر أن نهرب معا ونتزوج. أنا محتار بين أهلي أو الهروب معه، فما رأيك سيدي؟ هذا رجل لا يصلح لك. لو كان جاي يحافظ عليك ما يقولكش نهربوا. إذا هربتي معاه وتركتي دينك والولي نتاعك، وكي تهربي معاه وين راح يديك؟ الفندق؟ دار يماه؟ وين راح يكرمك؟ يعني راكي في الحرام. عليك أن تلتزمي بأهلك وتبلغي لأهلك واش قال لك. ما تقعديش غير بينك وبينه في الفيسبوك، في التليفونات، في الوحدة تاع الليل ديروها هكذا وهي تهدر في التليفون، يعمر لك راسك ومن بعد يكره لك ماليك. يكره لك ماليك. واحدة البنت من الصالحات خطبها واحد من هذا النوع، وصلي يقول لها ارمي كابتك من التاقة وانا نستنى، ارمي كابتك وهربي، وإلا ما قدرتيش علقي روحك انتحري، ولا ما قدرتيش ارمي روحك في الطريق باش يدحسك الشاحنة. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا رجل لا يتقي الله. لا تبقي معه، بلغي لأهلك، لا تهربي معه، والله غير يهينك. هذه غير مرحلة الحب،
هذه مرحلة الحب، ويبين لك الحب نهار يجيبك ويشبع وخلاص ويدي يقوتي ويمل، يبدا يقول لك انت اللي هربتي وجيتي عندي. والله غير ردك، صباطك غالي عليك، اتق الله، روحي بالغيل مالك. سائل من العاصمة يقول: ما حكم التحريش بين الكباش؟ فقد انتشرت هذه الظاهرة يا سيدي، وهل يصح أضحية؟ والله هذه من البدع المنكرة، وهذه من المحرمات، وإني أخشى ما أخشاه. الحاجة اللي مخوفتني في هذه المسألة لما تتحول أضحية يتقرب بها إلى الله إلى مادة للقمار. سمعتوا؟ أضحية الأصل أن يتقرب بها إلى الله، تتحول إلى معصية وإلى مادة للقمار، يتقامر بها أضحية اللي واسمها أضحية، يولي واسمها تيربو، واسمها جلادياتور، واسمها زيدان. ويوم القيامة لما تذبح جلادياتور وتوقف بين يدي الله ويقول لك: يا عبدي والله الأضحية نتاعك، قل له: أنت جبت لك جلادياتور، وجلادياتور يتقرب به إلى الله، والتيربو يتقرب به إلى الله. تقول له: يا ربي أني ذبحت زيدان، يعطيك الأجر ذبحت له زيدان. حسبنا الله ونعم الوكيل. التحريش كما يديروا في المكسيك. في المكسيك يحرشوا بين الديكة السادك، يجيب سردوك والاخر سردوك ويحرشوا بيناتهم. كما في ايطاليا واسبانيا عندهم الطوريو، يجيب مسكين ثور ويبدا يفتخر ويقتل فيه بالعقل 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 بالعقل، يقتل فيهم، بعد في النهايه يقطع له ودنه ويكسر روحه والجمهور قاعد يصفق عليه. وبلغ بهذه البدعه انه ولاو يديرون شغل لعبه مغاربيه، لعبه مغاربيه. انا شفت حصه جاي واحد من تونس جايب كبسه، الاخر من ليبيا، الاخر من المغرب، جايين باش يديروا زعما النهائي في الجزائر. يعني اصبحت بطوله لها ابطال ولها زعماء ولها كباشها ومتناطحوها وجمهورها، وفيها اموال كبيره. والله الاموال هي اموال حرام، وهذاك الدراهم دراهم حرام، والقمار حرام، وهذاك التناطح تاع الكباشه هو من الكبائر. ولذلك على الدولة أن تتدخل. أين الدولة في هذه المسألة؟ كيف تطلهم ملعب، تطلهم استاد وتخلوهم ينظموا؟ هذا حرام، لا يصح هذا. على الدولة أن تمنع هذا، وعلى الناس أن يتقوا الله. الناس تذبح في الأضحية، هو يذبح في جلادياتور فرحان. وهذاك الكبش قال لك عنده المدرب نتاعو كيما الملاكمين، عنده المدرب، وزعما المدرب ينوض امام الجمهور ويبدا يحمس فيه: اصدم يا جلادياتور، اضرب يا تربو، دير هادي، بالك تبهدلني، بالك نخسروا. وفي النهايه يدوا كاس ويروحوا فرحانين، وغضب الله يصاحبهم. يقول سائلة تقول من سيدي ابن عباس: أنا متبرجة وغير متحجبة، وقبل ذهابي للعمل أصلي الظهر وأذهب إلى العمل متوضئة، وفي الطريق ينظر الناس إلي من الرجال، وأريد أن أسأل: هل ذلك يفسد وضوئي؟ الله أكبر. هذا واش تسألي أنت؟ راكي شغل واحد عريان 100%، ويجي لعند المفتي يقول له: الصورة تاعي عورة ولا لا؟ والعورة المغلظة اللي راكي تحاربي بها ربي ورسوله. كيف امرأة متبرجة تخرج من بيتك متبرجة، وقد ثبت في الحديث أن الملائكة تلعنك؟ السؤال تاعك: الوضوء تاعك ولا باطل ولا لا؟ ماشي تسألي على الحجاب نتاعك، على السترة نتاعك، كيف تقابلي يا ربي. ماشي تسألي على هذا الرجال كي تفتنيهم يديروا ريحة كأنها الكريموجان. والله غير الكريموجان تاع لي كاسك بلو أرحم، يضربك كاسك بلو بالكريموجان وما تضربكش هي بالريحة نتاعها. حكالي واحد الراجل تاجر قال لي: كنت في الحانوت، دخلت مرة بالريحة تاعها، قال لي: ما فقت، خليت الحانوت وخلى لاكاس وخرج مكسر يدي هكذا، تقول لي راقد امشي 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 500 متر باش فطن. واحد عنده طاكسيفون
واحد الطفلات دور به باش يتزوج بها، هو رافض رافض رافض. راحت دارت واحد الريحه يا دراوش فيها صحاح ولا، دخلت للطاكسيفون، خرجت هذيك العشيه عشا يتخبط في الدار، روحوا خطبوها لي روحوا خطبوها لي، اهبل حتى خطبوها له. والان وحاصل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما لا انت تخرجي من بيتك متبرجه وتتوضاي، والمشكل ولا الوضوء تاعك باطل ولا لا فقهيا، اذا نظر الرجال اليك دين باطل. حسبنا الله ونعم الوكيل. سائلة تقول: زوجي لا يدخل إلى البيت حتى يمر إلى بيت أهله، وهذه وش مشكلة؟ وش وجعك؟ أو ما يجيش للدار حتى يجوز ليماه وباباه ويطمئن عليهم ويجي للدار؟ واش راكي حابة يجوز لتبرنا يجيك خابط يروح يقمر يروح يسرق يروح يقعد في الطريق هامل في الزنقة؟ يا عباد ربي، زوجي لا يدخل إلى البيت حتى يمر إلى بيت أهله. بارك الله فيك، راني راضي عليك، راك على حق. فهو يعمل، وبعد الخروج من عمله لا يأتي إلينا حتى يزور أمه. نصحته ونصحته، الله أكبر ديك النصيحة، هذه نصيحة إبليس لآدم. نصحاته باللي كي تخرج من الخدمة ما تروحش تشوف يماك، هذه النصيحة. نصحته ثم نصحته ثم نصحته، واش صار؟ لكنه مصر على هذا، وطول السنة انصحوا يا سيدي. واش ننصحوا؟ نقولوا ما تزورش يماك، ما تروح تشوف باباك؟ يا أعوذ بالله. انصحوا يا سيدي، فهو يسمع كلامك ومن متتبع حصتك. أما لا، ما دام أنت تسمع كلامي وما دام أنت تتبع هذه الحصة، أنا نقول لك أنت على حق، وننصحك أن تستمر على هذا حتى تلقى الله. ما عندك زوج يماك وما عندك زوج باباك، وربي قال لك: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ربي هو الذي أمرك بهذا، والنصيحة لازم نقدموها لك ليك انتي. شوفي، لو كان قلتي لي راجلي خمار والله العظيم غير نجي معاك، راجلي سراق أني معاك، راجلي تاع مخدرات أني معاك، تاع دعاوي الشر أني معاك. ولكن تقولي لي راجلي كي يخرج من الخدمة يروح يطلع على بابه ويماه ويجي، ولازم يروح يطلع على بابه ويماه. يا ليتنا كاع نقدروا كيما يدير زوجك، يا ليتنا نقتدي به، يا ليتنا نستطيع نكونوا كيما هو. احنا رانا نبكيو ونحزنوا كي نقعدوا يامات يومين ثلاثة أربعة باش واحد يقدر يشوف يماه. رانا نحزنوا كي تجي الأشغال تديك واد من الأشغال حتى تقعد سمانة 10 أيام باش تشوف يماك، وانت راكي ماشي عاجبك الحال وتقولي نصحته ونصحته ونصحته. واش نصحتيه؟ تقولي له ما تشوفش يماك، ما تشوفش باباك. هذا راجل انت اللي ولدتيه، انت اللي كبرتيه، انت اللي تعبتي عليه، انت التي اوجدتيه خرج من كرشك. حسبنا الله ونعم الوكيل. انت ظالمه، توبي الى الله واستغفري واندمي وروحي لهذا رجلك لكن غصتي له حياته ونكتي له ايامه، روحي طلبي منه السماح، بوسي له راسه ويده ورجله وقولي له: يا زوجي اسمح لي، اسمح لي، راني كنت ظالمه وكنت جاهله. يا سبحان الله، ماشي عاجبها الحال. راجلها مسكين يخرج من الخدمة ويكافح، يروح يجري يشوف باباه ويماه ويطمئن عليهم، كاش ما خاصهم. بالك باباه شيخ كبير، خاصو دواء، خاصو ماكلة، خاصو لبسة. يماه واش راكي يسلم لها على راسها ويدها ويعطي لها حق الحمام، ومن بعد يقلع لدارو. ماشي عاجبها الحال، ماشي عاجبها الحال، ماشي عاجبها الحال. ولو كان يبليك ربي، لو كان يبليك ربي وهذا الراجل يولي كي يخرج من الخدمة يروح يصرف أمواله في بيوت الزنا، في الخمارات. وين تولي تبكي يا ربي وانا راجلي مسكين. تمك مسكين، تمك مسكين. الله يهديك، الله يهديك، الله يهديك ويغفر لك ويتوب عليك. هلكوكم فلان مصر، هلكوكم فلان مصر، هلكوكم فلان تاع البرازيل، هلكوكم الفلام تاع الترك.
السائل تعود شوف يقول هل السحر يغير حقائق الأشياء؟ قلت السحر لا يغير حقائق الأشياء. وش معناتها السحر لا يغير حقائق الأشياء؟ قال ابن أبي زيد القيرواني، وكانوا اتهموه في وقته بلي ما يأمنش بالسحر. هو ما كانش ما يأمنش بالسحر ابن أبي زيد القيرواني، وإنما كان يقول أن السحر لا يغير الأشياء. زعما واحد يسحروه يولي زاوش، لا ما كاش منها. واحد يسحروه يولي حمار، واحد يسحروه يولي عود، واحد يسحروه ما. السحر يؤذي بس ما يغيرش حقائق الأشياء. ما لا يقدروا يسحروا حمار يردوه عبد، ما لا يقدروا حمار يردوه عبد. فهمتوها؟ ما كاش. السحر لا يغير حقائق الأشياء. والله فكرني في الشهادة، تفكرت هذه المسألة كنت نحكيها لكم البارح، نحكيها اليوم. واحدة طفلة صالحة مربية بنت أصل فصل وتحشم، يعني خطبها إنسان ما نقولش وش من الولاية، لأن الموضوع جاء عندي هذا وتلاقيت حتى بهذا الرجل هذا يا لي واسمه رجل، المهم تلاقيت به خطبها، وكتن هو ثعلب وحيلي ويعرف يراوغ ويتلاعب. هو في البداية قالها أنا راقي، والرقية هذه أعطاها لي واحد الشيخ صالح في الصحراء. كنت نمشي بالسيارة تاعي، حبست فجأة، خرج لي واحد الشيخ في الصحراء قال لي كنت نستنى فيك باش نعطيك الحكمة. أعطالو زعما الحكمة. الطفلة على بالك وخطبها وعقد عليها وخلاص وعمر لها راسها ولات تصدقوا. والله العظيم غير كان يهبلها، يتليفوني لها يقول لها شفتي الزاوش اللي جا البارح للبالكون تاعكم، وهي قاعد ناس في الباطيمات لازم زاوش يجي، خاطش هي عندها شحال 3 شهور 4 حكيت له باليوم يجوا الزواوش. يقول هذاك الزاوش انايا اني جيت وشفتك وشفت داركم وكذا. ومن بعد الطفله اي تقرا في الحي الجامعي، شفتي هذاك القط اللي جاش في الحي الجامعي؟ قول لي كاش حي جامعي ما فيش القطوطه؟ ويقولي حي جامعي ما فيش قطه في لاكور تاعو في الساحه. شفتي هذيك القطه هي تنخلع؟ ايه شفتها، هذاك انايا جيت واني شفتك ما من كنتي تدوري واش كنتي لابسه واش كنتي تقولي وكذا. دار لها شفتي هذيك الشجره اللي قدام العماره تاعكم؟ كاش عماره ما كاش قدامها شجره؟ كي لازم تكون شجره. راني تما قاعد، راني جيت زاوجت روحي زاوج يعني قنعها باللي يتشكل، قنعها باللي يتشكل. انني عبد كنتم تقولوا كيف الطفل هذه صدقات يا وان المحب عن العذال في صمم. هاك مسكينه هكذا لان طيبه وما عندهاش الحيله وصدقاته راقي يتحول الى حيوانات وهكذا. وهو خداع كذاب، داير موقع تاعو في الفيسبوك، داير روحو مرا جينيكولوج، مرا هو راجل داير اسم تاع مرا بلي طبيبه نسويه ويتصلوا به نساء من كل مكان. حتى جاء عندي الموضوع عيطت له وتلاقيت به شفتوا فيه وتشو قلت له هاني قدامك ولي سبع ولي سبع يا اختي، تقدر تولي قطعه وتولي زاوش وتولي ثعلب وتولي احنش. كون راجل هاني قدامك ولي سبع، هاني حابب نشوفك سبع وكوني حسبنا الله ونعم الوكيل. اما لا، السحر لا يغير حقائق الاشياء، ما كاش السحر يغير الاشياء. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.